رحلتنا اليوم في مدينة تاريخية من أقدم مدن المغرب وأكثرها أهمية، تعتبر متحفًا أثريًا طبيعيًا لما فيها من معالم وأوابد أثرية مهمة. إنها مدينة آسفي، أغنى المدن الأثرية التي ازدهرت فيها الحضارات المختلفة التي مرت على المغرب. بناها الأمازيغ وسكنها العرب واحتلها البرتغاليون وأحبها الفرنسيون. إنها مدينة حيرة الدارسين والمحبين لها، هي مربط القارات ومعبر الرحلات ورمز للحضارة والمدنية والسلام. إنها بتعبير أفلاطون المدينة الفاضلة. آسفي واحدة من أجمل المدن المغربية التي وصفها الرحالة والمؤرخ المغربي ابن بطوطة بمدينة السمك والخزف وحاضرة المحيط، وتبعد عن العاصمة الاقتصادية بنحو 236 كيلومترا تقريبا، ولها طرق تذهب إليها إما عن طريق الساحل انطلاقا من الجديدية مرورا بالوليدية ثم إليها، والطريق الآخر عن طريق الخميس زمامرة وزاوية إسماعيل، ثم ثلاثاء بكدرة ثم آسفي. أجمل ما قيل عن مدينة آسفي: جاء ابن الخطيب إلى آسفي فبهرته بجمالها وصفاء بيئتها ووعي أهلها، وبذلك وصفها من الناحية العمرانية والحضرية قائلاً: وعليها مسحة من قبول الله، وهواؤها أطيب أهوية البلدان. ثم يضيف وصفاً مسجوعاً في مدينة آسفي بقوله: لطف خفي وجناب خفي ووعد وفي، ودين ظاهره مالكي وباطنه حنفي، الدماثة والجمال والصبر والاحتمال والزهد. آسفي هي مدينة ثقافية تتمتع بتاريخ ثري، لقد أنعم الله أيضا عليها بموقع مثالي شكلته الطبيعة الأم، فهي تعج بمواقع للاستكشاف وبتجارب الأنشطة. تقع المدينة على المحيط الأطلسي، وهي تقف شامخة أمام مياه الأمواج. تمتلك آسفي أكثر من 90 ميلاً من الشواطئ وبقعة رائعة لركوب الأمواج ذات شهرة عالمية، فضلاً عن الصيد الرائع للطيور المائية. تمتد على الطريق الشاطئية الرابطة بين مدينتي آسفي والصويرة عشرات من الوحدات الصناعية لتصدير الأسماك بالمدينة وتصديرها إلى أوروبا وآسيا وغيرها من الدول العربية. وتعود صناعة تصبير السمك في المدينة إلى سنة 1930. وشهد القطاع تطوراً ملحوظاً على يد الرئيس الحاج محمد عابد بعد أن استخدم أحدث التقنيات في صيده، فتطور صيد السردين على وجه الخصوص، وتطورت صناعة تصبير السمك القديمة في سنة 1990 لتضع حداً للطرق التقليدية والبدائية التي كانت تستخدم في صيد السمك. تشتهر مدينة آسفي بكونها عاصمة للخزف المغربي الفاخر والمصنع بحرفية عالية اكتسبها صناع المدينة، التي أطلق عليها القاضي وعالم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون حاضرة المحيط، لأنها تتميز بمآثرها العمرانية وحصونها التاريخية، وبها مآثر برتغالية تجلب السياح من كل بقاع العالم. وأشهر تلك المآثر قصر البحر، وهو حصن دفاعي شيده البرتغاليون بالمدينة سنة 1523، وتبلغ مساحته 3000